النهاردة هنعمل كانيلوني بالفراخ. المقادير: أول حاجة هقول مقادير الكانيلوني: كوباية ونص دقيق، كوباية ونص لبن، وبيضتين. نحط الكوباية ونص لبن عليها كوباية ونص دقيق وعليها الاتنين بيضة ونضربهم بالمضرب، وبعدين نجيب طاسة وندهنها زيت ونحط فيها الخليط ده، نفرده في الطاسة كلها وبعدين نقلبه مرة واحدة بس ونطلعه ونعمل كل واحدة واحدة لحد ما الكمية كلها تخلص. ده الكانيلوني اللي هنبدأ نحشيه. هنقول الحشو: عبارة عن صدور فراخ، طبعا الكم حسب العدد، بصلة متوسطة، 2 حبة فلفل رومي نقطعها مكعبات، جزرة ونقطعها برضو مكعبات، ملح، فلفل، كمون، بابريكا. ده الخليط اللي هنحشي بيه الكانيلوني. هنقول مقادير البشاميل: معلقتين زبدة ومعلقتين دقيق، هنحطهم على بعض وبعدين نحطهم على نار هادية ونبدأ نقلبه، ونحط عليهم كوباية لبن بارد ونقلبه لحد ما يتماسك، وبعدين هنبدأ نجهز الحشو الكانيلوني. هنحط في الطاسة زيت ونضيف فيها 3/4 كم البصل المفروم، ونحط عليه الفلفل الرومي والجزر اللي احنا مقطعينه مكعبات، ونبدأ نقلبه لحد ما يدبل حوالي تقريبا 5 دقايق، وبعدين نضيف عليه مكعبات الفراخ والبهارات والبابريكا ونقلب باستمرار لحد ما الخضار ده يبدأ يبقى يدبل، وبنضيف عليه حوالي كوباية مية دافية ومعلقتين كبيرة صلصة، ونسيبها على نار هادية لحد ما تستوي. وبعدين ناخد الخليط ده لما يبرد ونحطه في الكبة ونفرمه. بعدين هنعمل صلصة عشان نحطها في الاخر في الصينية. الصلصة عبارة عن هنحط في الطاسة زيت وبعدين نحط عليها كمية البصل اللي باقية، بعدين بنحط عليها 3 معالق كبيرة صلصة وتقريبا نص كوباية مية ونسيبها لحد ما تستوي. نبدأ نحضر الصينية اللي هنعمل فيها الكانيلوني. هنحط في الأول البشاميل، وبعدين الكانيلوني هنبدأ نفرد الكريب اللي احنا عملناه ده ونحط فيه الحشو ونلفه زي الاسطوانة كده ونرصه في الصينية فوق البشاميل، وبعدين نحط تاني فوقيه طبقة بشاميل تاني، وبعدين نحط فوقيه الصلصة اللي احنا عملناها لوحدها، وبعدين نحطها في الفرن لحد ما تستوي. وبعد السوا لما بنخرجها ونحطها في الأطباق بنرش عليها جبنة موتزاريلا أو تشيدر مبشورة. وبالهنا والشفا.